لو قلت لك ان بعد سنه واحده بس في الغربه ممكن تكون حياتك اتغيرت تماما، مش بس شويه تحسين، لا حياه جديده كلها فرص ونجاح. اول حاجه لازم تعرفها ان النجاح في الغربه مش حظ، ده خطه وعزيمه. السنه الاولى هي سنه التاسيس. نظم وقتك ونظم مصاريفك وابدا بتحقيق دخل ثابت حتى لو صغير. استثمر في نفسك، اتعلم مهاره جديده، لغه جديده، او اي حاجه ممكن ترفع قيمتك في السوق. كون شبكه علاقات، اتعرف على ناس في شغلك، ناس من بلدك، وناس ممكن يدلوك على فرص ما كنتش تعرف عنها. التزم بالروتين اليومي الصح، النوم، الاكل، الشغل، وتحديد اهداف صغيره كل اسبوع. واهم حاجه ما تخافش تفشل، عشان الفشل جزء من النجاح. كل تجربه تزقك خطوه لقدام. لو عملت الحاجات دي بكل تركيز وصبر، بعد سنه واحده هتلاقي نفسك عندك دخل افضل ومستقر، عندك شبكه علاقات تساعدك في كل خطوه، عندك ثقه في نفسك، وعندك قدره على مواجهه اي تحدي. السنه دي هتكون سنه انطلاقه، مش مجرد سنه غربه، سنه تصنع فيها نسخه اقوى من نفسك. ابدا النهارده مش بكره، ابدأ السنة دي من النهاردة، وهتشكر نفسك على كل خطوة خدتها. الغربة مش مجرد تجربة، الغربة فرصة وانت لازم تستغلها صح.